اللي ما بيتعلمش من غلطاته ومن غلطات الآخرين يبقى عمره ما هيتعلم أبدا. في الفيديو ده إن شاء الله هقول لكم على أبرز الغلطات اللي وقعت فيها في الثانوية العامة عشان تتجنبوها وتقدروا تطلعوا من السنة دي محققين كل اللي نفسكم فيه بإذن الله تعالى. أول غلطة وقعت فيها هي الضغط العصبي وشعور إن الثانوية دي هي نهاية الحياة. ده طبعا كلام غلط تماما. أي نعم الثانوية سنة مهمة ولكنها بالطبع مش نهاية الحياة أبدا. وما يقابله الناحية التانية من اللي بيخشوا السنة برضه غير مبالين تماما بأي حاجة. لا ده صح ولا ده صح. الأفضل هو الوسط، إنك تخش السنة عامل حسابك انك هتذاكر وتعمل اللي عليك، ولكن التوفيق ده من عند ربنا سبحانه وتعالى علشان تقدر تطلع من السنه دي متعافي نفسيا، سواء كنت جبت المجموع اللي انت عايزه او ما جبتهوش. الغلطه التانيه اللي وقعت فيها وهي اني كنت بروح عند مدرس لمجرد انه مشهور وعنده ناس كتير، ولكن الحقيقه انا ما كنتش بفهم منه خالص، وكنت دايما بصبر نفسي واقول يمكن العيب فيا، يمكن هفهم بعد كده، ولكن الحقيقه لما نقلت عند مدرس تاني الحمد لله فهمته كويس. فالدرس اللي هنتعلمه من الغلطه دي هو انه بلاش تروح عند مدرس لمجرد انه مشهور وعنده ناس كتير او صحابك بيروحوا عنده. المعيار الاساسي لاختيار المدرس هو انه يكون بيفهمك. انت دلوقتي بتروح عند المدرس ده وبتديله فلوس وبياخد من مجهودك ووقتك مقابل قيمة انت بتاخدها من المدرس اللي هي تبسيط المادة العلمية وانك تطلع من عنده فاهم. فلما بتاخدش القيمة دي ليه تضيع وقتك ومجهودك وفلوسك؟ ثالث غلطة عملتها وهي اني كنت بروح في مادة معينة عند 2 مدرسين. هتلاقي المدرس الاول بيشرح حاجة والمدرس التاني بيشرح حاجة تانية، فقدامك حل من الاتنين، لا اما تذاكر الاتنين وتهتم بالمادة دي على حساب المواد الأخرى خصوصا لو عندك مواد كتير، يا إما تبقى مشتت بين الاتنين وما تذاكرش لده ولا لده. فالأفضل إنك تروح عند مدرس واحد بتفهم منه كويس، والحاجات الصعبة اللي محتاجة فهم أكتر هتلاقي 1000 واحد بيشرحها على اليوتيوب. رابع غلطة وقعت فيها وهي إنه كنت ثانوية أزهرية وعندي مواد كتير، فكان في مواد بسيبها بالشهر والاتنين ما بفتحهاش خالص، خصوصا المواد اللي هي الشرعية والعربية والرياضة، لأن إحنا لما بنيجي ناخد المواد دي بناخدها بالتوالي، فيا دوب تخلص فرع من المادة دي تيجي تنقل على الفرع اللي بعده تكون نسيت الفرع اللي قبله تماما. فبلاش تسيب مادة لمدة طويلة ما تفتحهاش خالص، على الأقل بص عليها ولو مرة في الأسبوع أو حل عليها حتى سؤالين ثلاثة كل كام يوم بدل ما تيجي تفتحها تاني تحس إنك بتذاكرها من أول وجديد. أكبر الغلطات اللي بقع فيها كتير من الطلبة هي المراجعة في وقت متأخر. لازم تبدأ مراجعة في شهر 3 أو 4 بالكتير أوي. أنا كنت بروح عند مدرس الفيزياء وخلص لنا المنهج تقريبا في نهاية شهر 4، فكان الوقت مزنوق جدا وما لقيتش وقت إني أراجع، ولكن برضو الحقيقة هو كان بدأ مراجعة في شهر 1، ولكن أنا ما كنتش بروح لأن ما كنتش مقتنع إني أراجع وأنا لسه ما خلصتش المنهج. لازم تراجع في وقت بدري، حتى لو المدرس بتاعك مش بيراجع تراجع أنت مع نفسك على اليوتيوب، وزي ما قلت في شهر 3 أو 4 بالكتير قوي لازم تبدأ مراجعة. سادس غلطة وقعت فيها وهي نقطة الامتحانات السابقة. أنا كنت بسمع في الثانوية من ناس كتير جدا إن لازم أحل امتحانات سابقة، والحقيقة إن دي نصيحة مهمة جدا وأنا بأكد عليها تاني ومليون كمان، لأن المستشار اللي بيحط الامتحان هو ما بيحطش الامتحان جديد نوفي يعني، لا بيبص طبعا على الامتحانات السابقة وبيجيب منها أفكار كتير. أنا في بعض المواد زي الفيزياء والكيمياء أنا كنت مخلصهم في وقت متأخر فما لحقتش أحل فيهم امتحانات كتير، وده كلفني كتير في الآخر وفي أيام الامتحانات بتاعتهم. وملحوظة مهمة جدا إن الأولوية للامتحانات السابقة بتبقى في الامتحانات الأقرب فالأقرب، يعني مثلا أنت دلوقتي ثانوية عامة 2026 يبقى أولى الامتحانات إنك تحلها هيبقى 2025 دور أول وتاني و2024 دور أول وتاني وأنت نازل بقى، ولكن الأقرب هو الأهم. يعني لو مفيش قدامك وقت خالص إنك تحل امتحانات سابقة في نهاية السنة يبقى امتحانات آخر سنتين دور أول ودور تاني دول أهم امتحانين لازم تحلهم. في النهاية عايز أقول إن الغلطات دي بيقع فيها كتير جدا من طلاب الثانوية، والحقيقة بيبقى طلاب شاطرين جدا، فاكتب الغلطات ده عندك وحاول بقدر الإمكان إنك تتجنبها، وربنا يوفقكم جميعا إن شاء الله ودمتم في أمان الله.